الجولة الخامسة وختام الجولة الخامسة وضربة البداية أيها الأحبة. 4-1 يا لها من نتائج كبيرة طبعا يحققها الفريق الأحمر. الآن سردار وكارتابية. الله الركن، الكرة أيضا مرت، الكرة أيضا بعيدة في المقابل طبعا جديد، خطيرة فيها استلام في منطقة الجزاء. أوه يا بالا يا بالا، خطيرة لبالا، خطيرة لبالا، بالا يتقدم يمرر الآن بيرنو في منطقة الجزاء وضعام الفريق القادم طبعا من نادي الجزيرة، وقبل ذلك كان في غوتنبورغ هنالك في بلده السويد. الآن خميس المنصوري بشكل ممتاز الوحيد من نادي وباولو دوري أبطال آسيا 2. ماذا عن النخبة؟ هنالك العين والوصل في مباراة اليوم، وبأنه أيضا فريق كبير، فريق أيضا محترم، ستكون مباراتنا أمامهم صعبة، لذلك احترام متبادل من كلا المدربين. الحكم يشير إلى استمرارية اللعب، عادت الكرة إلى سردار أزمون حتى الآن، سردار يبحث يمرر إلى سعيد، سعيد كرة تعود مرة أخرى في منتصف الملعب هنا لشباب الأهلي. سردار حتى الآن لم يظهر، كان ما يرام الآن، خطف شباب الأهلي كارتابية، سردار كارتابية. الله يعني تم احتسابها في الموسم الملغي، لكن آخر 0-0 كانت في استاد راشد الرسمية 2020. صافرة وخطأ، صافرة وخطأ. سردار أزمون هو الآخر طبعا على مستوى تصفيات كأس العالم، سيكون حاضر وموجود طبعا يعني على مستوى تيرين. أتحدث عن شباب الأهلي حاليا وفي نفسي لمصلحة شباب الأهلي. عالية في منطقة الجزاء، خطيرة. الله الفرسان يسجلون، يتقدمون. أولو سامبا يحاول في الكرة والمحاولة الماضية، وبالتالي هنا سردار خطف يوري سيزار، سردار يسدد، يوري مرة أخرى كارتابية. الله وجو بيدرو سوزا، باولو تتحول من جديد، بالا أمامية، هرب سيزار من التسلل، يوري أمام المرمى. الله لكن جواو فيدي ماذا يقول الحكم؟ الحكم يقول بأنها ضربة مرمى. يقول نشاهد الإعادة معا، لنشاهد الإعادة مع لقطة المرور والتدخل وإبعاد الكرة. هنا إعادة أخرى، دخول اللاعب. شوف الفار ما يستدعيك لبطاقة صفراء، الفار كانت منقلة. شوف خلاص كارت أحماضية، بينما التماس هنا الآن عن طريق ريكيلمي والتقدم إلى سردار أزمون. سردار الكرة معه، عادوا الخط كما شاهدنا. وعموما هذه الحالة أكيد سيتناول. مررها الآن أمامية إلى سردار أزمون، استلم ودار ولف. يا سلام على التحول، على التقدم الآن لشباب الأهلي. خطيرة، وين هذه يا برينو؟ شباب الأهلي هنا، بالا يتقدم إلى سردار، سردار في منطقة الجزاء، خطيرة، سيسدد لكن الكرة بعيدة مرمى لمصلحة نادي بنياس. وصافرة النهاية تأتي. شوط الأول ريناهم داخلين بالعمق أكثر منهم من الأطراف. احنا نشوف اللاعبين متواجدين يمكن بالنسبة لشباب الأهلي، واعتقد ان لا اي لاعب ما في كل مره فريق ناقص ممكن يخسر بنتيجه كبيره. وفيكتور الظهير الايسر لبنياس الذي طرد طبعا في شوط المباراه الاول بعد ان تدخل على عن لاعب نادي بنياس وهو جواو فيكتور. الان محاوله، الان انطلاقه ركنيه لمصلحه الفرسان، خطيره. الله قبل التوقف لا يتوقفون إلى الصدارة، إلى العلامة الكاملة. هل كانت الركنيات تعني بأن تكون الأهداف محققة يا فرسان؟ ركنية ثانية تعني هدفا ثانيا. سردار أزمون هو من يسجلها هذه المرة، هو من يتكفل بإيداعها في المرمى. شوف الإعادة بصدره، حتى وإن كان بهذه الوضعية
المرمى كانت من النيران الصديقة. نعم 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 نعم، لك بكثير على فريق نادي بنياس. شباب الأهلي الآن سيردار يضغط، سيردار يقطع الكرة، عادت الآن إلى فيدي، إلى سيردار مرة أخرى، يوري للأمام، لك من زمن الشوط الثاني كما ذكرت اللاعبين الدوليين مع المنتخب. الآن هنا دور الأهلي بعد هذه التبديلات. كرة تتحول في الجانب الأيمن، عرضية تحسر على ضياع هذه الكرة في المحاولة الماضية. سعيد عزة الله نقلة ومحاولة الآن من يوري سيزار إلى أين؟ سعيد عزة الله هنا في هذه اللقطة التي لا زال يحتفظ من خلالها بالكرة. سعيد عزة الله لمصلحة سيردار. سيدي صاحب السمو رئيس الدولة سيلعب أمام دبل حصن، خطيرة يوري الله الله الله، تسلل يا سيزار، تسلل يا سيزار. اللقطة جميلة، الكرة رائعة، ولكن دور 16 فعلا لمصلحة شباب الأهلي. حارب سعيد، شوف حارب طلب الكرة لكن كان في موقف تسلل، لذلك سيردار الله، يعيدك إلى الواجهة مرة أخرى. هذا الذي لا يتوقف، هذا الذي يريد أن يكتب تاريخا كبيرا هنا في فرقة الفرسان. إنه فارس الفرسان، إنه عاشق الفرسان، إنه سيردار أزمون. ثلاثة الآن 5 على مستوى صدارة الهدافين. نعم لا يتوقف. الصدارة مطلب مهم وكبير جدا، فكيف إن أتت من الهداف؟ كيف إن أتت من عاشق الفرسان ومن فارس الفرسان؟ إنه سيردار يضرب الآن 5 أهداف في الدوري، 3 أهداف الفرسان. الله 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 الله، أزمون هنا من أجل أن يجدد يا فرسان. 3-1 أصبحت النتيجة الآن. وداعا اللي ممكن تعجب المدربين والجماهير لما تحتار في التشكيلة الأساسية، ولما يكون عندك لاعب، شوف لما يكون عندك لاعب يعني احتياط ممكن يلعب بنفس مستوى اللاعب الأساسي. هذه كرة الفوز لشباب الأهلي تصل إلى 99% بعد الهدف الثالث، لأن بنياس عنده أيضا لاعب مطرود ويلعب وهو من قدم. برينو هنا من جديد، سعيد عزة الله، الكرة في الجانب الأيمن إلى عيد يلعبها إلى حارب يحاول المرور إلى عيد لكن بتتخلص. شوف الكرة الآن، حارب يا سلام، حارب يمرر الآن سيردار يضرب مرة أخرى، يسجل هدفا ثالثا ويستمر. لكن الكرة الآن لمصلحة سعيد عزة الله ينوي المحاولة. هنا سعيد عزة الله، لا زالت الكرة أيضا، عودة بالكرة من جديد، سيطرة مطلقة الآن لفريق شباب الأهلي على أحداث هذه المباراة. النتيجة 3-1. كرة تعود إلى سيردار، 9 أهداف سيردار مع شباب الأهلي منذ أن انضم للفريق في كل البطولات في كل المباريات. هذه كرة عرضية إلى خارج، إلى حارب هنا يمررها إلى سعيد عزة الله، نعم باتجاه سيردار لكنها تعود، لكنها تتحول، وصلت لشبان. سعيد الكرة معه، مررها إلى سيردار، أزمون لمسة 1-2، لكن شوف أيضا دي أهداف، مباراة فيها صراع الهدافين، أيضا صراع الهدافين، هدافي دورينا. سعيد عزة الله إلى حارب ماذا تشير إلى وجود خطأ هنا لمصلحة نادي بنياس. الخطأ لمصلحة نادي بنياس، بينما سيردار اللي يتحدث الآن مع حكم المباراة 5 لغات على فكرة، يتحدث 5 لغات، لكن طبعا لغة الأهداف. وأنا ذكرت الأصعب ومن الفرق يعني القوية
لكن الأهلي ستكون هي قمة الصدارة، تخيل، أمام الشارجة يوم 27 أكتوبر بعد العودة إلى دورينا ملعوبة. لذلك الشارجة يبحث عن الفوز اليوم عشان تكون المباراة القادمة هي مباراة الصدارة. كرة تعود مرة أخرى، تخيل الشارجة يفوز 15 نقطة للشارجة، 15 نقطة لشباب الأهلي، يلعبون مع بعض الجولة القادمة الجولة السادسة. يا على القمة المنتظرة. تحولت من جديد إلى سعيد عزة الله، سعيد إلى سردار، أزمون، نقلة خطيرة، الله، جاستون سواريز لاعب احتياطي، سعيد عزة الله، مونس دبور، هؤلاء احتياطيون. صافرة وخطأ، صافرة في منتصف أرضية الملعب. الخمس الأخيرة لمصلحة شباب الأهلي. سعيد وخميس، أوه بالخطأ الآن، سعيد لعبها إلى دبور، دبور أمام المرمى، الله، عانقت الشباك، كيف لا، ودبور أمام المرمى، أمام المرمى، شباب الأهلي بالأربعة يتربع على البطل. والآن كرة أيضا قادمة خطيرة، حارم، راية، هي راية. وبعدين الثانية هذه اللي أشار فيها الحكم إلى وجود ضربة جزاء، لكن بانتظار ما سيكون. إذا التسلل غير موجود ربما تكون ضربة جزاء. سيقول ضربة جزاء الآن نحن بصددها. سعيد أم سردار؟ سعيد للتمويه ولا للتسديد؟ راح نشوف. بالتالي سردار لمواطنه سعيد وشباب للفرسان. سعيد والخامس للفرسان. هم لا يتوقفون حتى وإن كانت النتيجة مضمونة، لكنهم لا يتوقفون عن التسجيل. 5 لشباب الأهلي، 5 للفرسان، 5 مباريات، 5 جولات، 5 أهداف، علامة كاملة يا فرسان. يا له من فريق، ويا لها من بداية، ويا لها من شراسة كبيرة هنا للفرسان في انطلاقة الموسم. 5 جولات فيها 5 انتصارات، وختامها هنا ب5 أهداف. 5-1 لمصلحة شباب الأهلي. نتيجة كبيرة، وأنا كما ذكرت بداية موسم غزير بالأهداف. الكرة تعود الآن، الكرة ملعوبة الآن للأمام، وتأتي الصافرة. أيها الأحبة في كل مكان بالعلامة الكاملة ب15 نقطة من 5 جولات و5